تقول: ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات، ولكن بكاء الحزن والخشوع، هل يعذب هذا الميت بهذا البكاء في قبره؟ نرجو تفسير ذلك مأجورين. البكاء الممنوع هو النياحة، رفع الصوت، شق الثوب، نصب الخد، هذا هو الممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند مصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند مصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند مصيبة أو تنتفه، هذا هو الممنوع. أما دمع العين والبكاء بدمع العين هذا ليس به بأس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي رب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالمحرم هو رفع الصوت باللسان، هو النياحة. أما البكاء العادي من دون رفع الصوت فلا بأس به. جزاكم الله خيرا.